هذه التسريبات، ولكني متفائل جدا. إيران سينتهي نفوذها في العراق. إيران اختارت وأصرت والتزمت الفاسدين، وأتصور أن صدام حسين 8 سنوات قاتل إيران، ولم يكن يقاتلهم بالسلاح فقط، وإنما الإعلام والمدرسة والمسجد ولكنه لم يستطع زراعة كراهية إيران في نفوس العراقيين. خلال 8 سنوات أو 12 سنة بعد سقوط صدام والنفوذ الإيراني، تحول المزاج الشيعي تحديدا. الأكراد يكرهون إيران، ما لهم علاقة بهم يعني، أو هم زئبقيين يعني بين إيران وبين تركيا. السنة قطعا يكرهون إيران. الشيعة الذين لم يكونوا يكرهوا إيران، الآن هنالك كراهية متنامية جدا في الأوساط العراقية. تمزيق صور خامنئي، الهتافات ضد إيران، هذه البداية، هذا رأس جبل الجليد. القادم أعظم، القادم يخشى منه. أنا أتوقع أنه لا يستطيع زائر إيراني أن يصل إلى العراق. سوف يقضى على شيء اسمه نفوذ إيراني. إن إيران استخفت بالهوية العراقية، واستخفت بالشخصية العراقية، واستخفت بالكيان العراقي. البصرة ملئت بصور خامنئي، وبغداد ملئت بصور خامنئي، وكأن هنالك ثأر. حتى في تكريت نشروا صور خميني وخامنئي. هذا تحدي يعني، حتى قبور الأموات يستفزها هذا الأمر. مثلا صورة المرجع السيستاني معقولة، شخصية مثلا عراقية أو أي شخصية أخرى، أما زعيم دولة إيران وتنشر صوره في بغداد. أنا متفائل جدا أن القادم سوف يكون غد عراقي جميل وبسيادة عراقية كاملة إن شاء الله. أود أن أسمع من البروفيسور جورجس إلى تعليق على هذه